وزارة الثقافة المصرية. المهرجان القومي للمسرح المصري. الدورة 18 في كل مصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة الفنان الكبير محمد رياض، وإدارة المخرج الدكتور عادل عبدو. انطلقت فعاليات الدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري بدورة استثنائية حملت شعار في كل مصر، تأكيداً على أن المسرح ليس حكراً على العاصمة، بل هو حق أصيل لكل مواطن في كل ربوع الوطن. على مدار 4 أشهر انطلقت فعاليات المهرجان من القاهرة إلى عدد من المحافظات: أسيوط، طنطا، بورسعيد والإسكندرية. وشهدت هذه المحافظات أكثر من 25 ورشة تدريبية متخصصة في عناصر العرض المسرحي المختلفة، إلى جانب ندوات فكرية ومحاور نقدية وعروض مسرحية. من الأعمال الفائزة في الدورة 17 دورة سميحة أيوب، التي أعيد تقديمها بالمحافظات. كانت تلك الورش مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة، وبوابة لعودة المسرح إلى قلب المجتمعات المحلية كفن حي ومتنفس للإبداع. كما شهدت الفعاليات بالمحافظات تكريم 4 من رموز الفن في محافظاتهم، تقديراً لدورهم المؤثر والملهم في بيئتهم الثقافية. وفي العاصمة القاهرة تواصلت الفعاليات، حيث استكملت الورش الفنية وانطلقت سلسلة من الندوات الفكرية والنقدية التي تناولت قضايا المسرح المصري وتحدياته ومستقبله، من خلال لقاءات جمعت بين أجيال متعددة من الفنانين والباحثين. أما حفل الافتتاح فكان مناسبة فنية رفيعة، قدم خلالها المخرج خالد جلال عرضاً احتفالياً مبهراً، وتم خلاله تكريم 10 من كبار رموز المسرح المصري، ممن تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ المسرح والثقافة. وقد شهد الحفل حضوراً واسعاً من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام والمجتمع المسرحي. وفي كل مكان كانت العروض المسرحية حاضرة، متنوعة، نابضة بالحياة، تعكس ثراء التجارب وتنوع الاتجاهات، من فرق الدولة إلى الفرق المستقلة، ومن الجامعات إلى الهواة. ومن عرض إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى،
أكد المهرجان القومي للمسرح المصري أن المسرح حي متجدد ومتصل بجمهوره في كل مدينة وكل محافظة في كل مصر.